السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في المحاضرة الرابعة من سلسلة الجنرال باثولوجي. النهاردة بنقفل قصة الانفلاميشن وبنبدأ قصة جديدة، عملية إعادة البناء، عملية التعمير والإصلاح. واحد من أهم أهداف الانفلاميشن إنه ينظف مكان النسيج الميت علشان نبني مكانه نسيج جديد. العملية دي بنسميها الهيلينج أو الريبير. الريبير هو اننا نحاول نرجع شكل النسيج ووظيفته زي ما كانوا قبل الاصابة، يبقى نرجع الشكل والوظيفة بتوع النسيج. Restoration of tissue architecture and function. architecture الشكل والفانكشن الوظيفة. والعملية دي بتتم بطريقتين، 2. اول طريق هو الريجنريشن، وهنا الجسم بيحاول يرجع العضو فابريكا زي ما كان، يعني الخلايا اللي ماتت بنجيب مكانها خلايا جديدة من نفس النوع بالظبط. الخلايا اللي بتيجي جديدة دي يا إما بتيجي من انقسام الخلايا السليمة اللي جنب اللي ماتت proliferation of differentiated cells، يا إما تيجي من الخلايا الجذعية اللي موجودة في العضو ده التيشو ستيم سيلز. تاني طريق هو تكوين الندبة أو السكارينج، وده بنسميه طريق سد الخانة. لو النسيج ما بيعرفش يجدد نفسه، او لو الهيكل الاساسي اللي ساند النسيج اتدمر بزيادة، الجسم بيضطر يرمي مكانه نسيج ليفي او نسيج ضام كونكتيف تيشو ويسد بالنسيج ده الفجوة اللي حصلت. صحيح السكار اللي اتكون او الندبة اللي اتكونت مش نسيج اصلي وجميل زي اللي كان موجود، بس هي بتعمل دور الدعامة اللي بتسند العضو وتخليه يقدر يكمل وظيفته باللي فاضل فيه. بتعمل structural stability. مصطلحات مهمة بتتكرر. كلمة فايبروزس دي بنقولها لما الكولاجين يترسب بزيادة نتيجة chronic inflammation extensive collagen deposition في الكرونيك inflammation. اما بقى لو الكلام ده حصل في السي ان اس في البرين او الجهاز العصبي، هنا بقى مش بنقول فايبروزس، بنسميها جلايوزس، ودي معلومة مهمة جدا جدا. organization. الفايبروزس هنا حصل جوه الانفلاماتوري اكزيوديت. يبقى تاني، فايبروزس كولاجين بيترسب في كرونيك انفلاميشن. لو الكلام ده حصل في البرين او النيرفس سيستم السنترال نيرفس سيستم بنسميها جلايوزس. والفايبروزس جوه الانفلاماتوري اكزيوديت بنسميه اورجانيزيشن. طيب علشان نعمل ريبير صح لازم الخلايا تتكاثر، يحصل لها بروليفريشن. طيب هل الخلايا بتنقسم بمزاجها كده وتعمل بروليفريشن بمزاجها؟ الإجابة لا طبعا. في إشارات أو سيجنالز هي اللي بتمشيها، والإشارات دي بتيجي من حاجتين أساسيتين. أهم وأول حاجة هي عوامل النمو أو الجروث فاكتورز. الجروث فاكتورز دي عبارة عن رسائل كيميائية بتطلع من الخلايا اللي جنب الإصابة، وأهم مصدر وأهم خلية بتطلع الرسائل الكيميائية دي هي خلايا الماكروفيج. وفي كمان خلايا بتساعد زي الإبيثيليال سيلز الخلايا الطلائية والسترومال سيلز. الرسائل دي بتروح تخبط على باب الخلية وتحفز الدي ان ايه انه يتضاعف والخلية تنقسم. يبقى أول حاجة بتبعت الإشارة هي الخلايا اللي جنب الإصابة. المصدر التاني للإشارات اللي بتحفز انقسام الخلية بتيجي من الإكسترا سيلولار ماتريكس، الأرضية اللي الخلايا نايمة عليها. الخلايا بتستخدم بروتينات اسمها انتجرينز الكلبشات علشان تمسك في الأرضية دي، والانتجرينز دي بتبعت إشارات للدي ان ايه وللخلية وتقول لها يلا انقسمي. وعلشان نكون فاهمين الدنيا ماشية ازاي هفكرك بمعلومة قلناها بسرعة في أول محاضرة الأدابتيشن، وهنضيف عليها كلمتين. لازم تعرف إن مش كل خلايا جسمنا زي بعضها في القدرة على الانقسام، كل خلية ليها قدرة غير التانية على الانقسام. فخلونا نقسم الخلايا دي ل3 أنواع، نوع 2 3. أول نوع هو الخلايا المتجددة اللي بايل سيلز. دي خلايا مش بتهمت خالص، بتموت وتتجدد تموت وتتجدد، وتقدر تعمل ريجنريشن بسهولة جدا بعد أي إصابة تحصل لها. والأمثلة عندك خلايا الدم في نخاع العظام الهيماتوبويتيك سيلز جوه البون مارو. أغلب الأسطح المبطنة زي السكن الجلد بتاعنا، تجويف الفم الأورال كافيتي، وأماكن تانية زي الجهاز الهضمي الجي اي تي أو الجاسترو انتستينال تراكت، والرحم، وقنوات فالوب، والقنوات اللي بتصفي الغدد زي الغدد اللعابية الساليفري جلاندز، والبنكرياس، والمرارة الجال بلادر، وكمان الترانزيشنال ابيثيليوم نوع من الابيثيليوم موجود في المسالك. كل دي أمثلة على اللي بايل سيلز اللي بتتجدد بسهولة، بتعمل ريجنريشن بسهولة. النوع التاني هو الستيبل سيلز الخلايا المستقرة. الخلايا دي بقى هادية
وقاعدة على الدكة في مرحلة الجي زيرو، قاعدة على دكة الجي زيرو. في العادي ما بتنقسمش، بس لو حصل إصابة بتصحى وتنزل الملعب وتبدأ تنقسم فورا. أمثلة على الستيبل سيلز: البرانشيما بتاعة الأعضاء الصلبة زي الكبد والكلية والبنكرياس. طيب إيه هي البرانشيما؟ البرانشيما دي هي الخلايا الأساسية اللي بتقوم بوظيفة العضو نفسه. يعني إيه؟ أي عضو في جسمنا بيتكون من حاجتين: البرانشيما والاستروما. البرانشيما دي هي الخلايا اللي بتأدي الوظيفة، يعني في الكبد هي الخلايا اللي بتصفي السموم، وفي الكلية هي الخلايا اللي بتفلتر الدم، وفي الرئة مثلا هي الخلايا اللي بتعمل تبادل للغازات زي الأكسجين. يبقى دي البرانشيما. الاستروما بقى هي الأنسجة الداعمة أو الهيكل اللي ساند الخلايا اللي شغالة، زي ايه؟ زي الفايبر بلاست والخلايا المبطنة للأوعية الدموية الاندوثيليال سيلز والعضلات الملساء السموث ماسل سيلز. الخلايا دي بالذات شاطرة جدا ومهمة جدا جدا في عملية التئام الجروح الووند هيلينج اللي هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية. تالت نوع هو البيرمننت سيلز. دي بقى خلايا اعتزلت، وصلت لمرحلة ان هي خلاص بقت تيرمينالي ديفرنشيتد. تالت نوع من الخلايا هو البيرمننت سيلز. دي بقى خلايا اعتزلت، وصلت لمرحلة ان هي بقت تيرمينالي ديفرنشيتد، خلاص مستحيل تنقسم تاني بعد الولادة. زي ايه؟ زي اغلب الاعصاب في الجهاز العصبي المركزي CNS، وزي عضلة القلب الكاردياك ماسل. عشان كده اي اصابة في المخ او في القلب ما بترجعش تاني وبتتحول لندبة او سكار. خد بالك ان العضلات الهيكلية السكيليتال ماسل بنعتبرها بيرمننت برضه، بس في خلايا صغيرة اسمها ساتلايت سيلز بتديها قدرة بسيطة على التجدد، لكن في الغالب النتيجة النهائية بتكون تكوين ندبة أو سكار، بيحصل سكارينج. يبقى لو الإصابة بسيطة mild injury في الجلد أو في الكبد أو كسر بسيط في العظم بيحصل regeneration، لكن لو الجرح عميق أو الإصابة شديدة وفي عضلة القلب أو حصل تليف شديد في الكبد بنروح لسكة الفايبروزيس وتكوين السكار. وزي ما قلنا عملية التليف في البرين، الفايبروزيس في البرين بنسميها جلايوزيس. scarring in brain equals جلايوزيس. يبقى صلوا على النبي. احنا لحد دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا ان الريبير يعني نرجع العضو سليم، نعمله ريجنريشن او نرقعه، نعمل سكار ندبة. وعشان نعرف مين هيعمل ايه قسمنا الخلايا لثلاث انواع: ليبايل سيلز شغالة 24 ساعة زي خلايا الجلد والدم، ستيبل سيلز قاعدة احتياطي للطوارئ زي الكبد والكلية، بيرمننت سيلز ودي طلعت معاش ما بتنقسمش خالص زي عضلة القلب والCNS السنترال نيرفس سيستم. تمام كده؟ تمام. دلوقتي بقى بما اننا اتكلمنا عن الخلايا المستقرة الستيبل سيلز وقدرتها على الانقسام، هنشوف دلوقتي اشهر مثال عليها وهو الكبد. الكبد عنده قدرة خرافية على الانقسام، يعني لو شلنا منه جراحيا لحد 90% عملنا بارشال هيباتيكتومي، بارشال يعني جزئي وهيباتيكتومي يعني استئصال جزء من الكبد، الجزء الصغير الباقي بيكبر وينقسم لحد ما يرجع لحجمه الطبيعي من تاني. العملية دي بتتم عن طريق سكتين، والسكتين شغالين مع بعض. الخلايا الموجودة بتنقسم والخلايا الجذعية برضو بتدخل تسد معاها، يعني بيحصل proliferation of hepatocyte انقسام لخلايا الكبد الموجودة، وريبوبيوليشن اوف ستيم سيلز او البروجنيتور سيلز. واحد الهيباتوسايتس بتنقسم عشان تعوض الجزء اللي فقد، والخلايا الجذعيه البروجنيتور سيلز او الستيم سيلز بتدخل برضو معاها عشان تسد العجز. وعشان الموضوع ده يتم بدقه ونظام، الكبد بيمر بثلاث مراحل اساسيه: 1 2 3. اول مرحله هي مرحله البرايمنج فيز، مرحله التسخين. زي ما قلنا خلايا الكبد في العادي بتكون نايمه في الجي زيرو او قاعده على دكه الاحتياطي الجي زيرو. هنا بيجي دور خلايا الكابفر سيلز. ايه هي الخلايا دي؟ دي خلايا ماكروفيج، هي نفسها الماكروفيج لكن ساكنه في الكبد. انتوا عارفين الخلايا الاكوله بيتغير اسمها حسب المكان اللي هي فيه، يعني لو الخلايا الاكوله دي في الدم بنسميها المونوسايتس، وإذا الخلايا دي موجودة في التيشو بنسميها ماكروفيج، وإذا موجودة في الليفر بنسميها الكابفر سيلز. يبقى هي نفسها الماكروفيج لكن في الكبد بنسميها الكابفر سيلز. خلايا الكابفر سيلز دي بتطلع سيتوكاينز، وأهمهم
واهمهم العميل رقم 6 انترلوكين 6. ده بيشتغل زي المنبه، بيصحي الخلايا بتاعة الكبد الهيباتوسايتس ويخليها جاهزة ومستعدة انها تستقبل اوامر النمو وتدخل في مرحلة الجي 1، تتحرك من الجي 0 للجي 1. يبقى العميل رقم 6 هو اللي بيحرك الخلية من الجي 0 للجي 1، بيعمل بريباريشن للخلية ان هي تستقبل الجروس اوردرز، اوامر النمو. تاني مرحلة هي مرحلة الانطلاق. هنا بيجي دور عوامل النمو زي ايه؟ زي الهيباتوسايت جروس فاكتور، الهيباتوسايت جروس فاكتور HGF، وكمان الترانسفورمينج جروس فاكتور الفا. المواد دي بتأثر على الخلايا اللي سخنت في المرحلة اللي فاتت وتخليها تدخل فعليا في دورة الخلية السيل سايكل. الهيباتوسايت جروس فاكتور بيروح يمسك في مستقبل اسمه السي ميت، والترانسفورمينج جروس فاكتور الفا بيروح يمسك في ريسبتور اسمه الاي جي اف ار. المهم يعني ان المستقبلات دي بتنقل امر الانقسام من بره الخلية لجوه الخلية، ومعاهم مادة بتساعد اسمها ال ALR. يبقى كده كام عامل؟ 1 2 3. كل المواد دي مع بعضها بتدفع الخلية ان هي تصنع DNA في الاس فيز وتدخل في الانقسام الميتوزي عشان تعوض اللي فقد من خلايا الكبد. اول ما الكبد يرجع طبيعي لحجمه لازم ندوس فرامل عشان الخلايا ترجع تاني لوضع السكون. والمسؤول عن إشارة كفاية كده كفاية انقسامات هو عيلة الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا. ركز، بيتا. يبقى عندنا الترانسفورمينج جروس فاكتور ألفا، ده بيحفز البروليفريشن، هو البنزين اللي بيبدأ العملية وبيخلي الخلايا تنقسم. إنما البيتا هو الفرامل اللي بتنهي العملية دي، هو المسؤول عن الترمينيشن فيز. الفرامل بيقول للخلايا خلاص كملنا العدد، بطلوا انقسامات علشان الكبد ما يكبرش عن حجمه الطبيعي. يبقى الألفا هي البنزين أو الجاز، والبيتا هي البريك، الفرامل. خلي بالك عشان الكبد يرجع فابريكا وبشكله الطبيعي تاني لازم الهيكل الخرساني بتاعه يكون سليم، الريتيكيولين فريم وورك يبقى انتكت سليم. لو الهيكل ده اتدمر، لو الريتيكولين فريم وورك ده اتدمر زي اللي بيحصل في الابسس او الكرونيك انفلاميشن الالتهاب المزمن، الخلايا اللي هتطلع هتبقى ملخبطه ومكلكعه وبينتهي الحال بتليف، وتليف الكبد بنسميه ليفر سيروزيس. حلو قوي. يبقى احنا كده شفنا السيناريو المثالي لعمليه الريبير من خلال الريجنريشن. اتكلمنا عن الليفر ريجنريشن، بس ده بيحصل لو الخلايا قادرة ان هي تنقسم. لو نوع الخلايا ليبايل سيلز او ستيبل سيلز هتقدر ان هي تعمل ريجنريشن، وكمان لازم الهيكل بتاعها يكون سليم انتكت. طيب ماذا لو الاصابة كانت في نسيج خلاياه بيرمننت، يعني ما بتنقسمش، زي ايه؟ زي القلب مثلا. او كانت الاصابة دي عنيفة ودمرت الهيكل والدعامات. هنا الجسم بيلجأ للخطة بي او البلان بي، وهي السكارينج او السكار فورميشن، تكوين الندبة. يعني بنستبدل الخلايا الميتة بنسيج ليفي، بنحط مكان الخلايا دي كولاجين. تعالوا نشوف الموضوع ده بيتم ازاي خطوة بخطوة. خلال اول كام دقيقة الصفائح الدموية او البليتلتس بتعمل جلطة عشان توقف النزيف، بتكون هيموستاتيك بلاك، والجلطة دي بتمثل السقالة او السكافولد اللي هيترسب عليها بعدين الفايبرين ويبدأ يتبنى عليها باقي الشغل. يبقى أول حاجة تكوين الهيموستاتيك بلاك أو السكافولد، السقالة. بعد ما عملنا الجلطة هيحصل انفلاميشن. ازاي هيحصل انفلاميشن؟ خلايا المناعة بتوصل للموقع بتاع الإصابة، النيتروفيلز بتوصل الأول وبعدها بتوصل الماكروفيج في خلال يومين. الخلايا دي هي اللي بتقتل الميكروبات وتنظف المكان وتعمل اللي قلنا عنه المحاضرة اللي فاتت علشان نبدأ نبني. تالت خطوة هي البروليفريشن. المرحلة دي بتاخد لحد 10 أيام وبيشارك فيها كذا نوع من الخلايا عشان نقفل الجرح اللي اتكون ده. أول حاجة هي الإبيثيليال سيلز. الخلايا دي بتهاجر من جانبي الجرح علشان تغطيه من فوق، تبدأ تتحرك كده وتتدحرج علشان تغطي الجرح من فوق. والاندوثيليال سيلز بتاعة الأوعية الدموية
بتنقسم علشان تعمل أوعية دموية جديدة. العملية دي اسمها أنجيوجينيسيس، هنتكلم عنها بالتفصيل. كمان الخلايا الفايبروبلاستس بتبدأ تفرش خيوط الكولاجين عشان نعمل بيه السكار. رابع خطوة هي تكوين الجرانيوليشن تيشو. ده أهم مصطلح في المحاضرة النهاردة. ده النسيج المؤقت اللي بنشوفه تحت قشرة الجرح. يعني لو شلنا القشرة بتاعة الجرح كده هنشوف جرانيوليشن تيشو. شكله عامل ازاي؟ لونه بينك، ملمسه طري، شكله محبب. تحت الميكروسكوب هتشوف شبكة من الشعيرات الدموية اللي لونها أحمر دي، سين وولد كابيلاريز، اللي هي عملية الأنجيوجينيسيس، وماشي وسطها خلايا ليفية فايبروبلاستس شكلها سبندل، ومعاهم شوية خلايا مناعية أهمهم الماكروفاج. كل دول عايمين في أرضية مفككة وهادية بنسميها لوز اكسترا سيلولار ماتريكس. ومع الوقت الجرانيوليشن تيشو ده بيختفي ويحل محله كولاجين قوي وناشف، وتتحول في النهاية لندبة ليفية بيضة ومستقرة، الستيبل وايت فايبرس سكار. شايفين شكل الفايبروزس في القلب عامل ازاي؟ باهت. ولو مسكنا الحتة دي في القلب وعملنا عليها زوم بالميكروسكوب هنشوف الصورة اللي قدامنا دي خلايا قلب لسه عايشة، وهنا حصل فايبروزس في المنطقة دي، حصل فايبروزس. قبل ما نكمل خلونا نلم اللي فات في جملة واحدة. الجسم علشان يبني سكار عمل جلطة سد بيها النزيف، وبعد خلايا المناعة تنظف المكان، وبعدها الخلايا بتاعة الجلد الابيثيليال سيلز بدأت تنقسم وتتدحرج علشان تغطي الجرح، وبعدين عملنا جرانيوليشن تيشو، النسيج البنك الطري. والجرانيوليشن تيشو ده قلنا ان هو مليان اوعية دموية جديدة من خلال الانجيوجينيسيس، وخلايا ليفية بتبني كولاجين. السؤال بقى، ازاي بنعمل اوعية دموية في مكان مفيهوش اوعية اصلا؟ وازاي بنبني كولاجين؟ تعالوا نشوف ازاي. عملية الانجيوجينيسيس دي عملية تطوير أوعية دموية جديدة من الأوعية الدموية القديمة اللي موجودة بالفعل، وبنسميها سبروتينج أو تبرعم. العملية دي بتتم من خلال 7 خطوات. أول خطوة هي الفازو دايليتيشن. الوعاء القديم بيوسع استجابة لمادة النيتريك أوكسيد، وكمان النفاذية بتاعته بتزيد بفضل الفاسكولار اندثيليال جروس فاكتور. تاني خطوة بيحصل سيباريشن للبيريسايتس، وبيحصل كسر في البيزمنت ممبرين، بيحصل ديفكت في المنطقة دي. ليه؟ علشان نوسع مكان للبرعم الجديد لتكوين البرعم. تالت خطوة مايجريشن. خلايا الاندوثيليال سيلز بتبدأ تهاجر ناحية منطقة الإصابة. 4 بروليفريشن. الخلايا بتبدأ تنقسم وتزيد. 5 ريموديلينج. البرعم اللي اتكون ده بيتفرغ من النص ويعمل أنبوبة كابيلاري تيوب. العملية دي اسمها كاناليزيشن، بيتكون كانال جوه الكابيلاري الجديد. 6 ريكروتمنت. بنعمل استدعاء لخلايا بريسايتس علشان تسند الوعاء اللي اتكون جديد بدل اللي فكت في الخطوة التانية. وكمان بنعمل ريكروتمنت او استدعاء للسموث ماسل علشان تثبت الأوعية الكبيرة. 7 سبريشن. في الآخر بنوقف الهجرة والانقسام ونرصب البيزمنت ممبرين علشان الوعاء الجديد يبقى ناضج ومستقر ويقدر يشتغل كويس. يبقى فازو دايليتيشن نتيجة النيتريك اوكسيد، سيباريشن للبيريسايتس وتكسير للبيزمنت ممبرين، بعدها مايجريشن للاندوثيليال سيلز، بعدها بروليفريشن للاندوثيليال سيلز، بعدها ريموديلينج وتكوين اليومن او الكنال او الكابيلاري تيوب، بعدها بنعمل ريكروتمنت استدعاء للبيريسايتس، بعدها بنعمل سبريشن ونركب البيزمنت ممبرين. وبكده نكون شرحنا خطوات عملية الانجيوجينيسيس، عملية ولادة نيو بلاد فيسل، تكوين نيو بلاد فيسل من اولد بلاد فيسل موجود بالفعل. مين بقى هم المشرفين على كل الخطوات دي؟ المشرفين او الكنترول تيم هم الجروس فاكتورز. اول واحد الفاسكولار اندثيليال جروس فاكتور، كمان الفايبروبلاست جروس فاكتور، ده بيحفز انقسام خلايا الاندوثيليوم، وكمان بينادي على الماكروفيج والفايبروبلاست للمكان بتاع الإصابة. والبليتلت درايفد جروس فاكتور والترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا دول الاستابلايزرز، دول بتوع التثبيت ستابلايزيشن. البليتلت درايفد جروس فاكتور بيجيب العضلات الملساء، والترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا بيوقف الانقسام ويحفز انتاج بروتينات الاكسترا سيلولار ماتريكس الارضيه. كده خلصنا عمليه الانجيوجينيسيس التبرعم من خلال 7 خطوات
وشوية مشرفين. طيب دلوقتي احنا وصلنا الدم، عملنا انجيوجينيسيس، جه دور البنايين الفايبروبلاستس ان هم يرموا الخرسانة، والموضوع ده بيتم على مرحلتين. المرحلة الاولى الهجرة والانقسام. الفايبروبلاستس بتهاجر لمكان الجرح وتتكاثر بأوامر من الجروس فاكتورز، البليتد درايفد جروس فاكتور والفايبروبلاست جروس فاكتور والترانسفورمن جروس فاكتور، كل دول بعد ما تهاجر وتنقسم بتبدأ تعمل ترسيب ديبوزيشن، بتبدأ تصنع وترسب بروتينات الاكسترا سيلولار ماتريكس، واهم واحد فيهم هو الكولاجين. الترانسفورمنج جروس فاكتور بيتا ده اهم سيتوكاين في عملية البناء بتاعت النسيج الضام، هو اللي بينادي على الفايبروبلاست ويخليها تنقسم وتصنع كولاجين بزيادة عشان الجرح يلم ويبقى قوي. ومع الوقت الأوعية الكتير اللي عملناها بتبدأ تختفي، والنسيج الوردي بيتحول لندبة بيضة بيل اسكار ما فيهاش أوعية دموية فاسكولار. في الأول الجسم بيبني كولاجين طري وسريع اسمه تايب 3 كولاجين زي اللي في الجرانيوليشن تيشو ده في البداية، ومع الوقت بيتم استبدال تايب 3 كولاجين بنوع تاني من الكولاجين قوي جدا وناشف عنه اسمه تايب 1 كولاجين. يبقى تايب 3 في الأول، بعدين بيتبدل بتايب 1 أقوى وأنشف وأشد وأفضل علشان الاسكار تستحمل الشد والحركة. وفي الاخر بعد ما الندبة ما تتبني لازم تتنحت وتتظبط، يحصلها ريموديلنج، وده بيتم من خلال توازن بين تصنيع كولاجين جديد وتكسير الزيادة القديمة. طيب مين اللي بينحت؟ مين المقص اللي بينحت الكولاجين؟ عيلة انزيمات اسمها الماتريكس ميتالو بروتينيزيس، MMBS، ماتريكس ميتالو بروتينيزيس. الانزيمات دي بتعتمد على الزنك في شغلها، عشان كده نقص الزنك بيعطل عملية التئام الجروح. بعد ما فهمنا الميكانيزمات على مستوى الخلايا والأوعية وشوفنا ازاي بنعمل انجيوجينيسيس وكولاجين ديبوزيشن، تعالوا بقى نطبق الكلام ده عملي ونشوف بيحصل ازاي في اشهر مثالين. رقم واحد هو الووند هيلينج او الهيلينج اوف سكين ووند، والمثال التاني هو الهيلينج اوف بون فراكتشر، التئام كسور العظام. نبدأ بالجرح اللي في الجلد ونشوف ازاي بيعمل التئام. والجرح في الجلد نوعين، الفرق الأساسي بينهم بيكون في حجم الفراغ وكمية النسيج اللي فقد، لكن نوع العمليات الحيوية واحد في الاتنين. النوع الأول هو البرايمري انتنشن. تخيل معايا جرح عملية نظيف معقم والحواف بتاعته قريبة من بعض ومفيش فقد في النسيج يذكر. خلال اليوم الأول الجرح بيتغطى بجلطة بلاد كلوت، والنيتروفيلز بتوصل للحواف علشان تبدأ عملية التنظيف، وخلايا الجلد بتبدأ تنقسم. وخلال اليوم التاني خلايا الجلد الابيثيليال سيلز بتبدأ تهاجر، تتدحرج من الطرفين وتقابل بعض في النص علشان تغطي الجرح، تعمل طبقة رقيقة تقفل الجرح. خلال اليوم التاني من 24 ل 48 ساعة خلايا الجلد الابيثيليال سيلز اللي على الطرفين بتبدأ تهاجر، تعمل مايجريشن وتتدحرج كده وتقابل بعض في النص، يعني اللي هنا يجوا كده واللي هنا يجوا كده ويقابلوا بعض في النص ويكونوا طبقة رقيقة تقفل الجرح. في اليوم الثالث الماكروفاج بتحل محل النيتروفيلز وتنظف بقايا الفايبرين، والجرانيوليشن تيشو يبدأ يغزو الفراغ. شايفين هنا الجرانيوليشن تيشو واضح جدا ازاي؟ بحلول اليوم الخامس الجرانيوليشن تيشو بيوصل للقمة ويملى الفراغ كله، والأوعية الجديدة اللي اتكونت بتكون مخرمة فبتسرب بلازما وبتعمل ورم أو إديمة، وهنا بتبدأ الفايبروبلاست تفرش كولاجين. وفي الأسبوع الثاني الالتهاب والورم بيقلوا جدا والكولاجين بيزيد وقوته بتتحسن، وبنهاية الشهر الأول كل حاجة بترجع زي ما كانت. الجرح بيتغطى بجلد سليم، بس خلي بالك الخط بتاع الجرح ده بنفقد الشعر اللي كان موجود فيه والغدد العرقية. ده كده بالنسبة للبرايمري انتنشن. السكندري انتنشن بقى، لو بصينا على السكندري انتنشن هنلاقي ان هو بيحصل في الجروح الكبيرة او الخراريج، الابسس او القرح، الالسرز، لما تكون الحواف بعيدة عن بعضيها في مسافة كبيرة بينهم وفي فجوة ضخمة محتاجة تتملي. الفرق بين السكندري والبرايمري بيكون في الالتهاب هنا بيكون اعنف. ليه؟ لان الجلطة اللي بتتكون بتكون اكبر وفيها كمية نكروزس اكتر، فالكمية دي محتاجة مجهود اكبر في التنظيف، بالتالي الالتهاب وخلايا الالتهاب بتكون اكتر واكتر. كمان السكندري انتنشن بيختلف عن البرايمري في كمية الجرانيوليشن تيشو. هنا الجرانيوليشن تيشو
كميته اكبر، بنحتاج مونة اكتر علشان نملى الحفرة الواسعة دي، وده بينتج عنه ندبة او سكار حجمها كبير. كمان عملية الهيلينج باي سكندري انتنشن بينتج عنها ووند كونتراكشن، ودي اهم ميزة هنا. ربنا خلق خلايا اسمها المايو فايبروبلاست. المايو فايبروبلاست عبارة عن فايبروبلاست متطورة ليها قدرة على الانقباض زي العضلات. مايو جاية من المايوسايتس، خلايا العضلات. الخلايا دي بتعمل شبكة وتشد حواف الجرح على بعضها، وممكن تصغر مساحة الجرح ل5 أو 10% بس من حجمه الأصلي خلال 6 أسابيع. وبعد كل المجهود ده الجرح عمره ما بيرجع بقوته الأصلية 100%. أقصى حاجة يوصلها هي 70-80 من قوة الجلد الأصلي، وده بنسميه تنسايل سترينث. كده خلصنا أول مثال، وهو عملية الووند هيلينج أو هيلينج أوف سكين ووندز. ندخل بقى على العظم لما يتكسر ونشوف بيعمل هيلينج إزاي. هيلينج أوف بون فراكتشر، لما يحصل كسر في العظمة يعني حصل كسر في استمرارية بناء العظمة. والكسر ده دكاترة ممكن يعني يكون ليه أسباب كتير. أنواع الكسور يا إما يكون تروما نتيجة خبطة أو حادثة، أو باثولوجيك فراكتشر يعني كسر مرضي، يعني العظمة مثلا ضعيفة أو فيها ورم أو أبسس أو فيها شاشة عظام، فالعظمة اتكسرت من أقل مجهود. وفي نوع بيحصل للرياضيين المحترفين اسمه ستريس فراكتشر، وده بينتج عن الضغط والإجهاد المتكرر على العظم. عملية البون فراكتشر هيلينج بتتم على 3 خطوات أو 3 مراحل رئيسية متداخلة مع بعضها. المرحلة الأولى هي مرحلة الالتهاب، الانفلاماتوري فيز. الكسر بيدمر خلايا العظم والأوعية الدموية اللي قريبة منه، فبيتكون تجمع دموي كبير بنسميه هيماتوما. خلايا العظم بتبدأ تموت عشان حصل نقص في التغذية، يعني مفيش دم مفيش تغذية فيحصل نيكروزس. وهنا بيبدأ الجهاز المناعي ان هو يبعت الماكروفيج والنيتروفيل والبليتلتس عشان يعمل انفلاميشن وينظف المكان، ويفرش السيتوكاينز والجروث فاكتورز عوامل النمو علشان نبدأ نبني ونعمل عملية إصلاح وتعمير. تاني مرحلة هي مرحلة الإصلاح، الريبيراتيف فيز بتحصل في أول كام يوم، وهنا بيتكون الجرانيوليشن تيشو. والجرانيوليشن تيشو في العظم بنسميه سوفت كالس. ده في الأول بتبدأ الشعيرات الدموية تدخل في الهيماتوما، والفايبروبلاستس بتبني كولاجين. بعدها بتدخل خلايا عظمية وخلايا غضروفية تعمل كباري. شايف الكباري؟ الكباري دي بنسميها internal and external كالي. تحول السوفت كالس ده لعظم ناشف ومكلكع شوية بنسميه هارد كالس او ووفن بون عن طريق عملية الاندوكوندريال اوسيفيكيشن. يبقى السوفت كالس اتحول لهارد كالس من خلال عملية الاندوكوندريال اوسيفيكيشن. تالت واخر مرحلة هي مرحلة اعادة التشكيل، الري موديلنج فيز. دي اطول مرحلة في الرحلة دي، وبتبدأ من نص مرحلة الإصلاح، من نص مرحلة الريبيراتيف فيز، وممكن تقعد شهور. هنا بيجي دور خلايا اسمها الأوستيوكلاست، ودول النقاشين أو النحاتين بتوع العظم. يبدأوا ينحتوا في أي عظم زيادة اتكون بشكل عشوائي في النص. وعلى الجانب الآخر الأوستيوبلاست بتبني مكانه خيوط من العظم منظمة وقوية جدا بنسميها لاميلر بون. الخيوط دي بتترص بدقة مع خطوط المجهود الميكانيكي لحد ما العظمة ترجع لشكلها وقوتها الأصلية، وكأنه ما كانش فيه أي كسر أو أي حاجة حصلت هنا. كده خلصنا السكين ووند هيلينج وخلصنا البون فراكتشر هيلينج. طيب صلى على النبي. كده احنا بنينا الوعاء بالانجيوجينيسيس ورسبنا كولاجين وشطبنا عملية السكارينج. بس في الواقع مش كل الجروح بتلم زي بعض، في جرح يلم في اسبوع وجرح يقعد شهور ما يلمش. يا ترى بقى ايه اللي بيتحكم في سرعة وجودة عملية الاصلاح او عملية الريبير؟ تعالوا نشوف العوامل اللي بتأثر او الفاكتورز اللي بتأثر على عملية التيشو ريبير والبون هيلينج. فاكتورز انفلونسنج تيشو ريبير اند بون هيلينج. العوامل دي بنقسمها لنوعين، حاجات في الجسم كله سيستميك فاكتورز، وحاجات في مكان الجرح نفسه لوكال فاكتورز. نبدأ بالسيستميك. اول حاجة هي النيوتريشن، التغذية. البروتين طبعا هو اساس البناء، بس خد بالك ان نقص فيتامين سي بيعطل تصنيع الكولاجين،
والزنك مهم جدا علشان انزيمات ال MMBS اللي بتشطب الجرح. ولو بنتكلم عن العظم فنقص فيتامين دي والكالسيوم بيأخروا التئام الكسر جدا. ده بالنسبة للنيوتريشن. تاني حاجة الكرونيك إلنس، الأمراض المزمنة، أهمهم السكر أو الديابيتس. الديابيتس بيأخر الالتئام لأسباب كتير. الجرح في مريض السكر بياخد وقت أطول بمرة ونص أو 1.6 مرة مقارنة بالشخص العادي. تالت حاجة من العوامل السيستميك هي الأدوية، الميديكيشنز. الكورتيزون ومضادات الالتهاب بيطولوا مدة الالتئام، وكمان في أدوية زي الكوانيلون دي ممكن تكون سامة للخلايا الغضروفية وتعطل عملية نمو العظام. كده خلصنا السيستميك فاكتورز. اللوكال فاكتورز بقى عوامل موضوعية. رقم 1 عندنا الانفكشن، ده أهم وأخطر سبب لتأخير عملية الالتئام. ده لأن الانفكشن بتطول مدة الانفلاميشن وبتزود التيشو ديستراكشن، بتكسر في النسيج. تاني مشكلة موضوعية هي نقص التروية، impaired blood supply. لو الدم اللي واصل للمكان قليل الامدادات هتقل والجرح مش هيلم. وفي عوامل ميكانيكية mechanical factors زي الحركة الزيادة في مكان الجرح أو الكسر inadequate immobilization، أو لو في نسيج ناعم داخل بين طرفي الكسر soft tissue interposition فيمنع ان الطرفين يلحموا في بعض. كمان الفورين بوديز والراديشن. الفورين بوديز زي خيوط الجراحة او وجود شظية بيخلي الالتهاب مستمر. الجرعات العالية من الاشعاع بتقلل عدد الخلايا وبتأثر على نظام الريموديلينج، نظام التشطيب اللي احنا اتكلمنا عنه. عامة يعني حجم الجرح ومكانه بيفرقوا جدا في عملية الالتئام. يعني الجرح الصغير بيلم اسرع، والاماكن اللي فيها دم كتير بتلحم اسرع. الاماكن اللي فيها ريتش بلاد سبلاي زي الوش بيحصل فيها فاست هيلينج، والاماكن اللي فيها لور سبلاي زي اللور ليمب بيحصل فيها سلور هيلينج. شايف ازاي؟ لور سبلاي في اللور ليمب بيعمل سلور هيلينج. يبقى rich blood supply and smaller wound size significantly accelerate الريبير. significantly بشكل واضح بيaccelerate الريبير، بيسرع من عملية الريبير. شكرا. طيب هل الريبير دايما بيمشي بشكل كويس؟ الإجابة لأ. الجسم أوقات بيأفور في عملية الريبير، والمشاكل دي بنقسمها لكذا نوع abnormalities in tissue repair. أول حاجة هي الديفيشنت سكار، ندبة ضعيفة. هنا النسيج اللي اتبنى بيبقى ضعيف أو بيفشل إنه يقفل الجرح أصلا. زي إيه؟ أول سيناريو هو القرحة اللي بتحصل في القدم السكري، الديابيتيك ألسرز. بتحصل في الرجلين بسبب نقص الدم ومشاكل الأعصاب بسبب الإسكيميا والنيرف دامج، فالجرح بيفشل إن هو يلم ويقلب قرحة، وده شكلها على الطبيعة. تاني مثال هو قرح الفراش، البريشر سورز. دي بنشوفها في الناس الكبيرة اللي بتقعد فترة طويلة من غير حركة. الضغط المستمر بيقطع الدم عن النسيج فبيموت ويعمل قرحة. تالت سيناريو معانا هو الووند ديهيسنس، ان الجرح يفتح تاني بعد ما اتخيط، وده بيحصل كتير في جروح العمليات لو حصل ضغط مفاجئ زي الكحة. ومثال على الحالة دي هو الانسيجنال هيرنيا. يبقى ديابيتيك ألسر، بريشر سور، ووند ديهيسنس. يبقى دي الأمثلة اللي بيكون فيها failure of closure، في deficient scar اتكونت أو مش قادرة تقفل الجرح. بعد كده معانا الاكسسيف سكارينج، يعني هنا الجسم رسب كولاجين بزيادة عن اللزوم. وفي نوعين مهمين جدا لازم نفرق بينهم. أول حاجة هي الهايبرتروفيك سكار. هايبرتروفيك سكار يعني ندبة متضخمة. التعريف هو زيادة الكولاجين داخل حدود الجرح، داخل الووند بوردرز، بيبقى مرتفع شوية elevated وممكن يتحسن مع الوقت improve over time. سبب الهايبرتروفيك سكار بيكون شد أو التهاب بسيط minor inflammation، وممكن يحصل في أي مكان. وبالنسبة للعلاج فهو ممكن يخف لوحده بشكل spontaneously أو بالليزر. وساعات الجرانيوليشن تيشو نفسه بيزيد قوي ويطلع فوق مستوى الجلد قبل ما يتغطى، وده بنسميه exuberant granulation او اللحمية الزايدة، ودي بتمنع الجلد ان هو يقفل ولازم تتشال بالجراحة. ده بالنسبة للهايبرتروفيك سكار. نيجي بقى للكيلويد. دي عبارة عن زيادة رهيبة في الكولاجين تخرج عن حدود الجرح extending beyond wound borders. شايفين ازاي بتطلع بره حدود الجرح؟ حاجة كده فظيعة، شكلها بيبقى زي الورم، زي التيومر. كمان عندها مخالب كلو لاين، شايف المخالب اللي طالعه منها؟
ومش بتتحسن بمرور الوقت على عكس الهايبرتروفيك سكار. سببها وراثي جيناتيك، وبتكون اكتر في الناس اللي بشرتهم سمراء. وبالنسبة للمكان غالبا بتكون في الايرز في الاذن، وفي الكتف الشولدرز، وفي الصدر الشيست. علاجها بيكون صعب جدا وغالبا بترجع بعد ما تتشال جراحيا. عندها هاي ريكارنس ريت. يبقى ده الفرق بين الهايبرتروفيك سكار والكيلويد. احنا قلنا ان انقباض الجرح بيكون مفيد، بس لو زاد عن حده حصل exaggerated wound contraction ده بيؤدي الى تشوه physical deformity. بنشوفها كتير بعد الحروق في اماكن زي كف الايد او باطن القدم او الرقبة والصدر. والجلد بيتشد لدرجة انه ممكن يمنع حركة المفصل تماما severe restriction of joint movement and permanent deformity. شايفين هنا مثلا حصلت في الايد، فهنا حصل contractors، هنا حصل contraction بزيادة فمنع الحركة الطبيعية بتاعة الصباع ده. هنا نتيجة الحروق حصل مشاكل البون هيلينج او complications of bone healing. مش دايما العظم بيلحم صح، واحيانا بتقابلنا مشاكل زي الديلايد يونيون. العظم بياخد وقت اطول بكتير من الطبيعي علشان يلحم، او ان هو ما يلحمش اصلا ويتكون فراغ، والفراغ بيفضل موجود. ممكن يعمل سودو ارثروزس يعني مفصل كاذب فولس جوينت، او ممكن يلحم بس بشكل غلط يعمل مال يونيون. العظم لحم فعلا بس كان المفروض يبقى واقف كده مستقيم، لحم وهو اعوج، بيعمل تشوه، بيعمل ديفورميتي. تليف الاعضاء organ fibrosis. لما الالتهاب المزمن يفضل شغال في اعضاء زي الكبد او الرئة، النسيج الطبيعي ده، شايفين هنا ده نسيج طبيعي اهو وتركيبه تحت الميكروسكوب كويس وزي الفل، بيتبدل بكولاجين. يعني لما يبقى فيه كرونيك انفلاميشن لفترة طويلة النسيج الطبيعي ده بيتبدل. شايفين كولاجين هنا تحت الميكروسكوب في الكبد وكولاجين في الرئة، فالعضو كامل بيتحول لنسيج ليفي، بيحصل فايبروزس، فبيحصل اورجان فيلير، فشل في العضو، فشل في وظيفة هذا العضو. لو حصل ده في الليفر بنسميها ليفر سيروزس، لو حصلت في اللنج بنسميها بولمونري فايبروزس، لو حصلت في الكلية بنسميها كرونيك كيدني ديزيز. يبقى الفايبروزس هي تبديل الفانكشنال سيلز، يعني الفانكشنال سيلز السليمة دي اتبدلت بنان فانكشنال سكار تيشو، بنسيج ليفي ملوش اي وظيفة، وده بيؤدي الى irreversible organ failure، فشل في هذا العضو. نختم بشوية مصطلحات عشان نعرف الفرق بينهم. اول حاجة هي الفيستولا او الناسور. الفيستولا عبارة عن قناة او ممر غير طبيعي بيوصل بين عضوين جوه الجسم، an opening tract between two hollow organs. الساينس او الجيب دي بقى قناة ليها فتحة واحدة بس بتهرب صديد من ابسس او خراج لسطح الجلد بره. الانسيجنال هيرنيا يعني فتاء حصل مكان جرح العملية القديم. زي ما قلنا الووند ديهيسنس ان الجرح يفتح بعد العملية. لو الامعاء طلعت من الجرح ده بيحصل حاجة اسمها انسيجنال هيرنيا فتاء مكان الانسيجن او الخياطة بتاعة العملية القديمة. الامبلانتيشن سيست او الامبلانتيشن ايبيدرمويد سيست دي عبارة عن كيس بيتكون لو حتة جلد صغيرة اتحبست تحت الخياطة وقت عملية الهيلينج. المارجولين ألسر دي حالة نادرة جدا ان القرحة المزمنة تقلب بكارسينوما، تقلب بسرطان بعد سنين طويلة. وبكده يا شباب نكون خلصنا مسألة الريبير والووند هيلينج. الموضوع ده بيعرفنا قد ايه جسمنا ذكي وما بيسيبش اي اصابة تعدي من غير ما يحاول يصلحها، سواء بالريجنريشن اللي بيرجع العضو فابريكا او بالفايبروزس او السكار فورميشن. ركزوا في البرايمري والسكندري انتنشن في الووند هيلينج. وان شاء الله في المحاضرة الجاية هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو النيوبليزيا، شابتر الاورام، وده جزء اساسي في الجنرال بيمهد لراوند كلينيكال مهم جدا في سنة رابعة. وده جزء اساسي ومهم جدا في الجنرال بيمهد لراوند كلينيكال بعدين. وكمان اي موديول جاي هتدرس فيه باثولوجي لازم يكون فيه جزء نيوبليزيا او اورام. راجعوا الموضوع كويس وحلوا اسئلة الMCQ. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.